مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده نعمل طريقة كنافة صينية الكب كيك. دي طريقة يعني سهلة وسريعة، مش هتاخد وقت معاكم خالص. انا دخلت على طول على المقادير. جبت نص كيلو كنافة وفرفضته كده وقطعته حتت صغيرة وفكيتها عن بعض ورشيت رشة سكر بودر، وهعملها برضه بس بصينية اكبر شوية اهو. ورشيت رشة سكر تاني، يعني حدود معلقتين سكر بودر. وهجيب نص كوباية زيت، بس بعد ما افك السكر كده حواليها كده واخليه يندمج كله معاها. سهلة وما بتاخدش وقت خالص في صينية الكب كيك. عاملاها بالمكسرات، عايزين تعملوها بكريمة ممكن. ده نص كوباية زيت، تكون خفيفة كده، والزيت بيخليها مقرمشة وخفيفة غير السمنة والزبدة اهو. كمان الناس اللي هي مثلا اللي عندهم السكر يعملوها بزيت احسن. جبت صينية الكب كيك ودهنتها زيت اهو. هضيف حبة كنافة كده اهو. وهعمل الجناب، بس اهم حاجة هكبسها كويس عشان تطلع متماسكة وتبقى ماسكة نفسيها وتطلع كده واحدة كده بالظبط مظبوطة مدورة. لازم اكبسها كويس. عاملة طبعا نص الكب، نصها كده. وهجيب المكسرات، طبعا المكسرات اللي انتوا تحبوها. انا هجيب مكسرات سوداني، زبيب، جوز هند اهو زي ما انتوا شايفين. عامله كل اللي في النص، مش هحط في الجناب عشان ما تتحرقش اهو في النص. وهجيب بقيه الكنافه وهضيفها اغطيها عليها. انا عملت معاكم قبل كده بسبوسه الكب بردك في صينيه الكب كيك، كانت حلوه. يا ريت تدخلوا على القناه في اللينك وهتعرفوها، هتشوفوها هتلاقوها كويس، يعني طالعه جميله. كنت عاملاها بالكريمه. هنا بس هكبس كويس. اهم حاجة كنافة احط كتير واكبس عشان تطلع مظبوطة اهو. طبعا هاملة الصينية كلها كده بعملها وهكبس. هجيب كوباية كده صغيرة واكبس كويس وهدخلها الفرن على 180 درجة حرارة. اول ما تحمر من الجناب هولع الشواية لان لو سبتيها لحد ما تحمر من فوق هتلاقيها من تحت اتحرقت. فلازم تاخدي بالك كده ان اول ما تحمر من الجناب اطفي من تحت واولع الشوايه، لان هي اول ما تعرفي ان هي حمرت من الجناب هتعرفي ان هي حمرت من تحت. طبعا انا كنت عملتها سويتها اهو زي ما انتم شايفين. اول ما حمرت من الجناب ولعت الشوايه وخدت اللون ده. هسقيها على طول هي سخنه كده بالشربات هو بارد. طبعا انا الشربات عملته معاكم قبل كده كتير اهو زي ما انتم شايفين. عاملاها بس ما عملاش كتير عشان ما تطلعش مسكرة قوي، يعني نحاول نخفف الشربات. ولو عايزين بعد ما تسقوها تطلعوها تتصفى كده على حرف الصينية هتلاقوا الشربات اللي فيها الزيادة نزل اهو. سهلة خالص وما بتاخدش وقت وسريعة. عايزين تعملوها بكريمة ممكن، بس ما تحاولوا ما تحطوش الكريمة على الجناب، يعني تعملوا لها جناب كده في الكنافة. المكسرات اللي انتوا تحبوها وهتعجبكم جدا. ولايك وشير للقناة. باي باي.